مساء الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير. هاد الفيديو ديال اليوم هانتوما كيف ما كتشوفوا العنوان، اش كنتي كديري النهار كامل؟ واش المراه غير زايده في الدار؟ المهم فيه بزاف تاع الحوايج وغتعرفوا علاش درتو. خليكم تشاهدوا الفيديو معايا. صافي يا بنتي صافي، انا عاد كنت واخا يفوتك الحال. كما كتشوفوا جنات مريضه بزاف، هادشي راه وسط الليل البنات، الوحدة ونص الليل. هنا عاود 3 الصباح جيت عطيتها الدواء. هنا عاود ل5 الصباح. المهم الليل كامل كانت تكا وباغا باغا الماء، هي كتبكي، هي كتغوت، كتهدرز بالسخانه الليل كامل وهي البنات فايقه. ولكن الحمد لله على كل الاحوال، هادو هما الوليدات الصغار، الحمد لله. الله يجيب لها الشفاء يا ربي، ادعيو معاها. كيف ما كتشوفوا البنات فقت راسي مقلوب عليا الفطور، ما صورتوش لكم لحقاش فطرت مع ولدي الصباح. فاش فيقته للمدرسه فيقته هو كيبكي ما باغيش يمشي لحقاش فاق، حتى هو راسو مقلوب عليه بكثرة ما غوتت في الليل وبكثرة ما بكات. فطرت واقفه معاها البنات بنص كاس الحليب وخديت شويه ديال التمر صافي، ومشيت باش غادي ندير شي شغال ديال الدار. هنايا كما كتشوفوا النشاره عندي عامره، طويت الحوايج. هي كانت ناعسه هنايا، نعست شي ساعه ونص وعاود تفاقت كتغوت بالسخين كتقدي. انا هاد الفيديو البنات درتو باش تشوفوا، باش يشوفوا حتى الرجال. كنتمنى يهديهم الله على العيالات اللي اكثريه الرجال كيقدروا يدخلوا في الليل وكيقول لها مالك شنو ضليتي كديري. هذه ما كاينش المراه اللي ما دازتش من هاد السؤال كيف ما كنقولوا. المهم هذا نهار من الايام ديالي ملي كتكون بنتي مريضه اولا ولدي مريض اولا ما مرادش كاع، كنقدر ندير حوايج اخرين. غتشوفوا معايا النهار كامل شنو درت. هنايا البنات جيت نطيب الغدا غنديبانيه هنا. صافي هنايا درت شي فلور والبطاطا اللي قسمتها ودرتهم يتسلقوا. وهنا عندي بات بغوزي غادي نديرها كيش. المهم واحد الكيش كيجي لذيذ، البنات كيحبوه كبار وصغار. وهنا عندي حك ديال المايس وخمسة البيضات وموتزاريلا، وعندي كريم فريش والابزار والملح والزيت العود، زيت الزيتون. تقدروا تزيدوا الا كانوا عندكم بحال هكا الحباق ولا شي متسم هكا تقدروا تزيدوه على حساب الرغبه. وغادي ندير البنات هاد تورتيلي هذه مع الفرماج والاخرى مع الفرماج والحبق. صافي هما اللي غندير الغدا. صافي كيف ما شفتوا الغدا ديالي غادي يكون خفيف دغيا، غادي نصوبو. المهم هاد الكيشه البنات انا الفوق غندير فيه بارميزون، راه شفتوني وريتو لكم في الصوره. تقدروا ديروا اي فرماج عادي متواجد عندكم من الفوق. بالنسبه لهاد الغداء البنات، غدا ديال الزربه واقفه وراسي غادي تفرقع عليا بصراحه لحقاش ما نعستش بالليل. وراكم عارفين مع الثقل د الحمل وهاد الايام الاخيره انا اصلا مرهوقه ما كنعش مزيان. وزيد الا سهرت هكا مع وليداتي او لا شي حد لا كان مريض في الدار كنزيد نطرهق. صافي البنات كيف ما كتشوفوا راه تسلق عندي البطاطا وهذا غادي نديرهم مع الخليط اللي درت. كيف ما شفتوا راه درت غير نص ديال الموتزاريلا، نص خليته غادي نديرو مع شلاضه لحقاش موتزاريلا بعد الخطرات كتطلق شويه الماء. المهم بغيتش نديرها كامله، ماشي موتزاريلا ديال البيتزا، هذه موتزاريلا ديال شلاضه. صافي غادي ندخلها للفران. صافي البنات بالنسبه لهادوك التورتيلي هادوك راه حتى لاخر لحظات 3 دقائق كيطيبوا. غادي ندير معاهم شويه الزبده وشويه البارميزون. وهنايا درت هاد الشلاضه الباربه، طريفات الباربه قطعتهم ومطيشه والخس. وهنا عندي الملفوف البنات يشو ديك اللي شوه الكبيره كنحكها مع خيزو المايونيز كتعجبو لادي.
وهذا البنات ها هو هنايا هاد الدواء درتو للجنات، هو اللي عمر ليها شويه الكحبه وسط الليل. الثومه سلقتها 3 الفصوص ديال الثومه سلقتهم بشويه الماء ودرت معاهم الزيت العود والعسل الحر. في الليل عطيتهم ليها، كانت الكحبه عندها خاويه مسكينه كتنقز بها ملي كتكحب، ولكن عمرتها لها هذا الدواء. صافي كيف ما كتشوفوا الكيش ديالنا ها هو وجد، الطورتيلي حتى هما وجدوا. الغدا ديالنا هو هذا. المهم غدا خفيف ظريف، غدا ديال الناس المرضى اليوم. كلشي مريض، انا صباحه مقلوب الراس ديالي وبنتي مريضه. درت غير هذا الشيء، غادي نمشيو نتغداو ونرجع معكم باش نكمل معكم النهار ديال اي وحده تقدر تدوز منه، اي وحده تقدر يكون عندها هذا الروتين. بالنسبه لهنا البنات غادي نطرف هاد الماعن شاط ليا من الكيش. هذا الغدا ديال جنات حطيت ليها غير شويه شويه، ما بغاتش مسكينه تغدا والو. غادي نغسل الماعن وغادي نطرف هاد المعانات بعدا هما الاولين اللي كانوا مغسولين. عندي الشبكه عامره والارض نقدر نجففها نقدر ما نجففهاش على حساب الوقت. هذا ما كان البنات. المهم نخليكم تشاهدوا معايا شنو غادي ندير. وانا بالنسبه لاي زوج كيدخل للدار وكيقول لمرتو اش كنتي كديري النهار كامل، ولا مالك شنو درتي اليوم، اللي كتقولي زعما عيتي ولا هادي، كنقول ليه اتق الله حشومه. الله يحسن العوان. زعما راه اي ام ولا اي مراه في الدار كتنوض كيف مريضه كيف صحيحه كتقوم بالواجبات ديالها ديال الدار. كيف ما كتشوفوا اليوم انا راه ما درتش الميناج للدار، ما جففتش، ما زعما الميناج كامل ما درتوش، ما عجنتش الخبز، ما عجنتش مسمن، ما درت حتى شي حاجه زعما زايده ولا قوتي زايد ولا هادي. ومع ذلك غادي تشوفوا النهار ديالي غادي يدوز مشارجي. ما تكيتش حتى لاسيست في العشيه اللي موالفه كندير شويه لاسيست اللي غادي ديرني شويه غتقويني شويه بالنهار، ما درتهاش. لحقاش كل دقيقه جنات كتغوت وكتبكي ماما بغيت الماء. شويه كتهدرز كتقول لي ماما الشرج مالو غيطيح، ماما هادي ماما هادي، بحال مسكينه مدوخه هذيك السخانه اللي فيها. وانا عيطت على الطبيبه هنايا باش غادي نمشي عندها، كاينه في العشيه. داكشي علاش لقيتوني دخلت ديريكت من مور الغدا دخلت هنايا غادي نغسل الماعن. المهم الله يحسن العوان لاي ام واي زوجه وانا من هذا المنبر كنقول لاي زوجي زعما يعاون الزوجه ديالو ملي يكون في الدار، ما فيها باس. راه الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيعاون الزوجات ديالو، هذا الشيء ماشي عيب. المهم اللي بغى يتبع على الاسلام ديالنا غير الدين ديالنا راه فيه اي حاجه زعما اللي شي حوايج انا براسي ما عارفاهمش. مي الحمد لله على النعمه ديال الله اللي عطانا، وهي النعمه ديال الاسلام. والله يسمح لنا من الوالدين اللي ملي كنمرضوا كيسهروا معانا. والله القسم الا انا كبيره وملي كتكون ماما كتسهر معايا الا مرضت. صافي البنات هنايا راه غسلت الماعن، غادي نخلي هاد المعانات يتسقطروا. والارض ما غاديش نجففها حاشاكم، تمايا حطيت البوبيل. الغدا ديال جنات غادي نمشي نغديها دابا ملي ساليت. الارض ما غاديش نجففها، مبقاش ليا الوقت حتى نرجع ولا حتى الغدا كاع. هنايا البنات كيف ما كتشوفوا مشيت كنوكل في جنات. الحمد لله كلات ليا واحد شويه باش عطيتها الدواء. المهم البنات كنتمنى تدعيو معاها بالشفاء العاجل، لحقاش كيبقاو فيا مساكن الوليدات ملي كيمرضوا بحال هكا راه لا حول ولا قوه الا بالله، راه كيقطعوا لي قلبي. كنقول بعد الخطرات نمرض انا ما يمرضوا هما. من مور فاش غادي نوكلها البنات غادي نلبسها حوايجها لحقاش قرب الوقت ديال الطبيبه، وغادي نديها عند الطبيبه. الحمد لله بعدا الطبيبه قريبه ليا ما بعيداش، غادي نمشيها على رجليا، جات من مور الدار.
صافي هنايا ملي كلات غادي نعطيها الدواء دوليبران السخانه، وغادي نعطيها الدواء د الكحبه. في هاد الوقيته غندير المعاناه الكوزينه وغنمشي نلبس حوايجي، غادي نخليها تكا واحد شويه عاد باش نجي نعاود نوضها نلبسها. صافي هنا كيف ما كتشوفوا لبستها، جمعت لها شعرها دغيا. وهنا البنات انا كنجري والوقت كيجري معايا من عند الله. ملي كنكون عندي شي حاجه نقضيها انا كنجري والوقت كيجري يجري يجري معايا مضارب معايا. وملي ما كيكون عندي ما يتقضى ونكون باغا الوقت يجري ما كيجريش كاع، ما كيدوش هو كاع. صافي البنات هنايا راه وصلنا للعياده ديال الطبيبه، وجهها مسكينه صفر، وكاينين بزاف تاع الناس البنات كلشي مريض كبير وصغير بهذا الريح ديال هذا الوقت. شوفوا راها عامره، راه لقيت قدامي 5 الناس، بقيت 2.5 وانا تما قسما بالله البنات. صافي دخلت هنا صورت لكم غير شويه لحقاش كان كيخصني نعاونها باش تحيد حوايجها باش تفيزيتيها الطبيبه. من بعد مشيت انا وياها للفرماسيان غير اكوتي، خديت الدواء وديتها. مع انني قلت لكم البنات راه الدار قريبه، مسكينه عرفتي كتبكي كتغوت في الدروج، حنا في الدوزيام ايطاج وكتغوت ما قدرتش تطلع برجليها، كتغوت قالت لي ماما ما قدرتش نطلع. وانا راكم عارفين مع الطفل ما قدرتش نهزها. صافي البنات وكيف ما كتشوفوا هذا هو الفيديو ديال اليوم. وهذا الشيء باقي ما كملش النهار، باقي كيخصني نصاوب العشاء، باقي كيخصني نعاود نسهر معاها ليله اخرى، وداكشي علاش كنقول الله يحسن العوان لاي ام، وكنتمنى دعيو معاها بالشفاء ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف، السلام عليكم.